ممكن تقترح لنا فون من 6 ل7 يتحمل شغل عليه كتير ودراسة وقراءة كتب وكده، ويكون شبكته والمساحة كمان والصوت فيه كويسين، ويفضل يكون كاميرا كويسة. اقدر اشتري ايه من 7 ل8؟ دول مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة هجاوبهم معاك خلال الفيديو ده. قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تنساش اللايك، سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا دايما كل جديد. ولو عندك اكيد اي سؤال تحت الفيديو في كومنت وسيب سؤالك، لان دايما باخد الاسئلة من على كل فيديوهات الاسئلة. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو ونبدأ مع أول سؤال. أنا جبت الريل 200 مساحة 256 ب 7800، كويس ولا إيه؟ كويس، ويعتبر صفقة كويسة جدا لحد بيدور على تجربة أداء أكتر. أما بالنسبة لتجربة الكاميرات فهو مش أفضل اختيار من وجهة نظري، لأن الموبايل ده فعلا مأثر في تجربة الكاميرات أوي. السلام عليكم، معجب بطريقة عرضك البعيدة عن التكلف المباشر والدخول إلى صلب الموضوع مباشرة. تحياتي، وسؤالي محتاج موبايل في حدود 8 ل 11 ألف جنيه، مع العلم إني مش هستخدمه في الألعاب نهائي، وعايزه يعيش فترة طويلة. رأيي ومن وجهة نظر أنا السامسونج M52 أفضل صفقة ممكن تشتريها الصراحة لموبايل يكمل معاك لسنين قدام. ايه رأيك في ريدمي نوت 10 برو؟ انا رأيي انه موبايل كويس جدا واحسن من الريدمي نوت 11 برو في المعالج اكيد، ولكن سعره هو اللي بيمنعني ان ارشحه. يعني الموبايل ده لو في 8000 جنيه اقول لك ماشي مقبولة شوية، لكن 9 و10000 جنيه صعب عليا ان اقول لك ان الموبايل كويس روح اشتريه. كنت خلاص هجيب ريلمي نارزو 50 ايه، بس في كتير خوفوني منه ومن الشركه نفسها، وقالوا لي مفيش قطع غيار للفون، وانه بيعطل كتير في بيئات محتاره، مش عارف اجيب ايه فون واندم بعد كده. فاتمنى الرد لو ترشح لي ريلمي نارزو. الكلام كتير ومش كل واحد بتكون تجربته زي التاني. يعني من وجهة نظري ان ريلمي نارزو 50 ايه موبايل كويس، لا بيعطل ولا اي حاجه. ممكن تكون بعض النسخ زي ما في ناس كتير بتتكلم عن سامسونج وشاومي، وفي ناس بتعاني مع سامسونج وشاومي، فهي الفكره كلها ان بيكون في نسخ فيها مشاكل. فمش شرط ان انا عشان جبت موبايل مثلا حصل له مشكله يبقى اللي زيي مع موبايل زيي حصل له مشكله. الموضوع ما بيمشيش كده. ريلمي نارزو 50 ايه من وجهة نظري هو احسن موبايل في الفئة الاقتصادية ممكن تشتريه، لانه بيقدم توليفة الى حد ما متكاملة. مفيش شركة تانية مقدمة التوليفة دي. المعالج مع الشاشة مع الكاميرات كومبو يعتبر كويس على موبايل في الفئة الاقتصادية. يا اسطى الاوبو رينو 5 عامل كام؟ قلت الكلام ده كتير قبل كده. الاوبو رينو 5 مش موجود جديد، هو هتلاقيه مستعمل. وحته مستعمل دي ما اقدرش اقول عامل كام، لان كل واحد معاه موبايل عايز يبيعه بيحط السعر اللي على مزاجه وكيفه. بس انا اقول لك من وجهة نظري لو انا هشتري الاوبو رينو 5 مثلا مستعمل، انا مش هدفع اكتر من 4500 جنيه فيه. لو مش عاجبه اللي عايز يبيع بناقص خلي الموبايل معاه احسن. مين احسن، بوكو ام 5 اس ولا ريلمي 8 اي في التكامل والالعاب؟ لا، في التكامل اكتر وكده، والالعاب هقول البوكو ام 5 اس من وجهة نظر الصراحه. انا عايز سعر اس 10 بلس لوحده والنوت 10 لوحده. ما اقدرش اقول اسعارهم ايه دلوقتي لان دي موبايلات مستعمله، فكل شخص على حسب ما بيحدد موبايله هو عايز يبيعه بكام. بس اقدر اقول لك ان ممكن تلاقيه في حدود 7 8، ما يزيدوش عن كده، ولو زادوا عن كده ما تشتريش احسن. اقدر اشتري ايه من 7 ل 8؟ هو مفيش غيره اللي بنلجأ له دايما في المواقف الصعبه، ريدمي نوت 11 اس حاليا. ما رأيك في الريدمي نوت 11 اس، وهل هو احسن هاتف يمتاز بالاداء والكاميرا في فئته حاليا؟ اقدر اقول ان احسن موبايل ب 8000 جنيه في اداء وفي كاميرا. ريدمي نوت 12 برو عرفت بكام؟ هو في السعوديه تسعيره يعتبر كويس جدا في حدود ال 10000 جنيه بالمصري، وفي الامارات برضه سعره يعتبر كويس جدا جدا. فاضل مصر بقى، فهل الموبايل في مصر هيكون سعره ممتاز ولا لا؟ دي حاجه هنعرفها في الوقت القريب مع شاومي، لان تقريبا بنسبه كبيره الموبايل نازل قريب جدا جدا. في تليفون ريدمي نوت 10 برو استعمال سنه بس استعمال خفيف، واحد اعرفه يعني ومعاه كل مشتملاته، يعمل كام كده؟ ممكن اقول مثلا لو استعمال خفيف لمده سنه ولا حاجه حلو قوي عليه 5.5 6، ما تكترش اكتر من كده فيه. سلامتك يا محمد، عايز اعرف البوكو ام 5 اس هينزل امتى سوهاج؟ الله يسلمك يا حبيبي طبعا، وتحيه لكل اهل سوهاج. الحقيقه بقى ان بنسبه كبيره البوكو ام 5 اس مش هينزل اساسا، لانه هو نازل من السنه اللي فاتت ولسه ما وصلش مصر، فما اظنش ان شاومي هتنزله دلوقتي في مصر. فتقريبا انسى الموبايل ده او حاول تجيبه من اي دوله تانية بعيدا عن مصر. عايز موبايل يكون كاميرا حلو وبصمه في الشاشه، تنصحني بايه؟ موبايل كبصمه شاشه والكاميرا تعتبر كويسه جدا، ممكن نتكلم في موبايلات فوق ال 12000 جنيه، يعني حاجه زي الاي 53 مثلا. بس ده البصمه يعني في المقبول، مش هقول احلى حاجه، بس لو عايز بصمه حلوه قوي مع كاميرا كويسه وده شرطك، فاقول لك الاوبو رينو 7 5 جي. ده تقريبا بيوازن ما بين الكاميرا وما بين البصمه. طبعا اكيد لا يوجد هاتف رخيص يؤدي اداء قوي يعني في اداء متوسط، لا، في موبايلات كتيره بس خارج مصر. في مصر للاسف
الموبايلات الرخيصه بتقدم اداء مقبول، بس في موبايل مثلا زي ريلمي نارزو 50 ايه، شاومي 12 سي الجديد بيقدموا اداء كويس ومرضي مع الميديا تك هيليو جي 85. الريلمي 10 ولا ريدمي نوت 11 اس؟ ريدمي نوت 11 اس افضل من وجهه نظري، بيقدم باكج احسن. عايز موبايل مستعمل او جديد يديني تجربه كاميرات محترمه ويكون كويس في الالعاب ب 7000 جنيه، بوكو اف 3 هيقدم لك تجربه فرق شاسع بينه وبين اي موبايل جديد موجود، لان الموبايلات المستعمله فعلا بتقدم تجربه ممتازه. سامسونج A23 ولا ريلمي 8 اي؟ كتجربه العاب ريلمي 8 اي، كاميرات بقى وكده هقول لك السامسونج A23. شفاك الله وعافاك، ممكن تقترح لنا فون من 6 ل 7 يتحمل شغل عليه كتير ودراسه وقراءه كتب وكده، ويكون شبكته والمساحه كمان والصوت فيه كويسين، ويفضل يكون كاميرا كويسه. ريلمي 8 اي هو افضل اختيار صدقني ممكن تشتريه. ايه رايك في ريدمي نوت 9؟ موبايل كان كويس بس ده موبايل قديم، يعني لو معاك ماشي، لو هتشتريه جديد لا ما انصحش بيه الصراحه. نصائح حضرتك قيمه جدا في ظل العك الموجود في السوق. انا لقيت هاتف ريل 200 كسر زيرو ب 6200، هل تنصحني بيه او لا؟ هو فعلا مواصفاته حلوه وكل حاجه، ولكن من وجهه نظر انا شايفه سعره عالي. ممكن لو ال 5000 جنيه مستعمل اقول لك ماشي، لكن هتجيبه كسر زيرو بستة، شايف ان السعر على حبتين، ممكن ينزل شويه. حبيبي يا محمد تسلم، شكرا على ردك والف سلامه عليك. الله يسلمك يا حبيبي. طبعا عندي سؤال، لو جبت ريدمي نوت 12 4 جي اللي قلت لك عليه بس 8 رام، هيفرق في الفريمات في بابجي؟ صدقني مش هيفرق في حاجه خالص تماما، هتفضل الفكره هي. اخر سؤال معانا في الفيديو، ريلمي سي 55 من السعوديه ب 5700 حلو ولا لا؟ ممتاز، وهاته الصراحه يعني. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش اكيد اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد، وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.